والجديد اللي معانا النهارده في سوق السيارات في مصر هو خبر من العيار الثقيل. وزي ما انتم متعودين معايا انا بحب اعرفكم كل حاجه جديده، مش بس عن العربيات اللي بنشتريها، لكن كمان عن العربيات اللي بنحبها. انا احمد فرج ودي قناه قهوه السيارات. النهارده جايب لكم خبر مهم جدا للناس اللي بتعشق السيارات، مش للناس اللي بتدور على عربيه تمشي وخلاص. النهارده ولأول مرة في تاريخ السوق المصري مجموعة عز العرب بتكشف رسميا عن وحش جديد، وحش من عالم تاني، هو فيراري ال 12 سلندر. خلينا نتفق على حاجة من الأول، دي مش مجرد عربية، ده فصل أخير وأحدث فصل في قصة فيراري مع محركات ال V12. رسالة واضحة من فيراري بتقول إيه؟ إحنا لسه هنا وال V12 لسه عايش ومش هيموت. تعالى ناخد نفس كده ونتكلم عن التحفة دي بهدوء. العربية بتنزل بموتور 6.5 لتر 6500 سي سي، يعني احنا بنتكلم عن 12 سلندر، تنفس طبيعي، مفيش تربو، مفيش تعقيد، مفيش اعتذارات. بالنسبة للقوة لا شد الكرسي، 819 حصان، والأجمد القوة دي بتطلع عند 9500 ار بي ام، يعني الصوت صراخ إحساس يخليك تحس إنك واقف في حلبة فورمولا. نيجي بقى للتسارع، من 0 ل 100 في 2.9 ثانية، السرعة القصوى 340 كيلومتر في الساعة. أرقام مش بس على الورق، دي أرقام تخليك تفهم يعني إيه فيراري. وطبعا الأداء ده مش سايبينه كده من غير تحكم، العربية مليانة تكنولوجيا تخليك تطمن وأنت طاير. توجيه رباعي 4 دبليو اس، فرامل كربون سيراميك، اكتيف ايرو، تعليق مغناطيسي بيظبط نفسه في أجزاء من الثانية. يعني إيه؟ يعني ثبات، تحكم، أمان، بمستوى ما بيتوصفش. تحس إن العربية دي جاية مش من 2025، دي جاية من المستقبل. نخش بقى جوه العربية، وهنا فيراري قالت إحنا مش بنعمل سباق بس، إحنا بنعمل فخامة كمان. فهتلاقي قدام السواق شاشة 15.6 بوصة، وقدام الراكب شاشة 8.8 بوصة. تحكم شبه كامل في وظائف العربية، وإحساس إنك قاعد في كومر القيادة مش في صالون عربية. غير كده، واحدة من أكبر مساحات التخزين في فئة الجراند تيريور، يعني أداء مجنون ومع عملية غير متوقعة. طيب نقطة مهمة جدا، مجموعة عز العرب أكدت إن باب الحجز اتفتح رسميا في عدد محدود جدا للتسليم الفوري. أما النسخ اللي فيها تخصيصات خاصة، ألوان، خامات، تفاصيل على المزاج، دي بيبدأ تسليمها في 2026. وده في رأيي توجه جديد للسوق المصري، مش موجه للكل، مش موجه للشارع، لكن موجه لفئة معينة جدا بتحب السيارات. وعلشان كده قلت من أول الفيديو، مش للي بيسأل بتصرف بنزين كام، ده للي بيسأل صوتها عامل إزاي. وبالنسبة للسعر مفيش إعلان رسمي ومحدش سأل، لأن اللي عايز فيراري مش بيسأل عن السعر، هو بس بيقول أمضي فين. بس في سؤال مهم جدا، هل الفيراري دي هتقدر تمشي في شوارع مصر ولا هتعطل عند المطبات؟ اكتب لي رأيك، ولو انت حابب تسمع اخبار العربيات باستمرار اعمل لي لايك وسبسكرايب.